صباح الورد، اهلا بيكم في قناة انوسة. فيديو النهاردة مختلف خالص. النهاردة مش هنطبخ، بس النهاردة هنعمل نوع من انواع التفريزات كلنا محتاجينها في الفترة اللي فاتت دي. ابتدينا كل حاجة سعرها بيعلى في السيزون. ابتدينا نفرزها، في حاجات تتفرز، في حاجات بطلت افرزها. بطلت افرز القرنبيط، بطلت افرز الكرنب. في حاجات كتير بطلت افرزها، اللي يطلع تلاقيه مجلد، اللي تلاقيه طعمه مش حلو. ففي حاجات في اوانها بحبها، في حاجات لازم نفرزها. طب عندنا ايه النهارده؟ عندنا الليمون. النهارده هنعمل ليمون فروزن. وايه اي انواع الليمون اللي انا بفضله؟ يلا نشوف مع بعضينا. اول حاجه لازم نغسل الليمون حلو قوي، لان قشره الليمون زيها زي اي سطح ثمره، ممكن يكون عليها رش، وممكن متعرضه في الشجر للطيور وللتراب. فلازم نغسل حلو قوي. بعد الغسيل على الميه الجاريه كده نزلنا منه التراب الناعم والرمل. نيجي بقى للطفيليات، اي حاجه عليه من بره في القشر الخارجي، نبتدي ننقع بالخل. ومهم قوي نقع الثمر بالخل يا جماعه. اي ثمره طالعه من الارض لازم تتنقع بالخل ضروري، علشان لو عليها اي حاجه احنا مش عارفين ايه مشي عليها. ننقع في الخل ونشطف ونسيبهم يتنشفوا. ونيجي البرطمانات عشان ما اطولش عليكم الفيديو، غسلتها حلو قوي. برطمانات عاديه بسيطه جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه. استعملناها وغسلناها وعقمناها حلو بالميه السخنه مش الميه المغليه، عشان ما يفرقعش. وسبناها في الهواء تنشف تماما، اتصفت ونشفت. انا عصرت جزء من الليمون، وهنبتدي نقطع الليمون. نقطع الليمون منين؟ بيبقى عنده من العنقود كده من ناحيتين، احنا هنقطع من النص ما بينهم. خلاص، عشان نعرف نعصرها في العصارة. طبعا انا كان عندي 7 كيلو ليمون، والكمية كانت باينة. بصوا بقى لون الليمون من جوه. انا بحب الليمون الاخضر. ليه بحب الليمون الاخضر مش الاصفر؟ الليمون الاخضر بيبقى لونه من جوه اللون الليموني. درجة اللون الليموني دي انا بحبها قوي. الليمون الاخضر ليه بيبقى اخضر وبعدين بيتحول لاصفر؟ ده مش معنى كده ان هو بيقل منه عناصر او حاجه، لا. هو الاتنين فيهم فيتامينات، بس الليمون الاخضر ده بتكون فيه ماده الكلوروفيل عاليه جدا، عشان لسه مقطوف من الشجر، فبيكون فريش اكتر، طعمه حمضي اكتر. يعني الحموضه بتبقى فيه اكتر واعلى. طبعا احنا عايزين ده. احنا عارفين الحمضيات دي خطيرة في غسيل كل حاجة. اللحوم، مش اللحوم، الأسماك. في الأكل بتديك طعم قوي، وفي نفس الوقت نتيجتها حلوة في الزفارة. لما بتغسلي بيها حاجة بتبقى نتيجتها جميلة. الليمون الأصفر ده، هو الليمون الأخضر بعد ما اكتمل نضجه. يعني احنا هنقول ثمرة الليمون الخضراء. بصوا، جايبه لكم المعلقة الليموني عشان تشوفوا لون الليمون من جوه لونه حلو قوي ازاي، وهو ده اللون اللي انا بحبه. الليمون الأصفر حلو. ثمرة الليمون الصفراء هي ثمرة ليمون كاملة النضج، كانت خضراء وتحولت للون الأصفر، وفيها نفس العناصر اللي لليمون الاخضر، ولكن ما بتعيش كتير لانها بتكون خلاص النضج اكتمل، فما بتعيش كتير في التلاجة. دي بتعيش معايا اكتر. فانا لو عايزه افرز ليمون، انا عايزه ليمون اخضر فريش يعيش معايا اطول فتره ممكنه في الفريزر. الليمون الاصفر مش بيعيش، لا بيعيش، بس انا بفضل الليمون الاخضر. حتى لو هشيله في التلاجة في كيس، بشيله في اكياس في التلاجة، بس ما بغسلوش. الليمون لما بيتغسل قشرته بتنشف وبتبوظ. ولما بجيبه اخضر كده، على ما بيتحول للون الاصفر بيقعد معايا فترة طويلة في التلاجة. يعني الليمون ده ممكن يقعد معايا اسبوعين، 3 شهر على فكرة. خلاص، وبيبقى جميل جدا. عصرناه وابتدينا نصفيه، عشان انا مش عايزة لا بذر ولا تفل. انا عايزة عصير ليمون بيور خام، زي الصلصة اللي بتجيبيها في البرطمانات وبتعيش في الفريزر. ده هيعيش معانا كده. يعني احنا لما كنا بنشيل الليمون في العبوات بتاعة التلج اللي في التلاجة، ده عايز عمل شاق جدا عشان يبتدي يجمد. ما بتلاقيلوش مكان عشان تحطيه، لو مال كده شوية بيتكب، وبعدين بعد ما بنفكه بيبقى صلب جدا.
فبياخد وقت على ما نخلعه، وبعدين بعد ما بنخلعه نحطه في كيس تلاجة، وبعدين التلج يبتدي يجمع جزيئاته تاني ويتماسك، وكلنا حصل معانا كده، ونبتدي مش عارفين نطلع منه ازاي، نبتدي نكسر. موضوع شق جدا جدا جدا. طب ما اهو الحل ده رائع رائع فوق ما تتخيل. وهقول لكم انا جمدته، ان انا عصرنا وهشيله في الفريزر عشان اجمده، وتشوف مع بعض ازاي بنستعمله بعد ما بيتجمد. اهو ال7 كيلو ليمون طلعوا معايا 4 برطمانات مليانين، متفاوتين الحجم، يعني فيهم برطمان عالي شويه، فيهم برطمان واسع شويه. فعايزه اقول ان ال4 برطمانات دول خلاصة ال7 كيلو ليمون. شيلي 7 كيلو ليمون كده في الفريزر ووريني هتشيليهم ازاي واخدوا مكان قد ايه. مش عايزه تفرزي حاجات تانية. اوكي، انا بقى فرزته كده بس عشان نشوف الفرق. لما فرزت كميه الليمون كده زمان، انا فرزت دول بس عشان تشوفوهم، بيطلع صلب جدا. بس انا عايزه استعمله دلوقتي، لو عايزه مثلا تعصريه على الفول، لو عايزه تعصريه على اي حاجه وتغسليها، فبتضطري طبعا في الشتاء بياخد وقت اكتر عشان يفك. احنا في الصيف هو لان بسرعه. يا تضطري تحطيه في ميه، يا تفتحي عليه الميه السخنه، وبعد ما لان هبتدي اقطع عشان نشوف شويه العصير اللي هيديهم لنا. وبعدين بحس ان هو بيتحول من جوه لتلج شويه. بصوا شويه العصير اللي هيديهم لنا مش هيعملوا حاجه. فانا دلوقتي محتاجه كام ليمونه عشان اخد كميه عصير ليمون حلو، او محتاجه كام ليمونه عشان اعمل مشروب سخن في الشتاء. انا تعبانه، فالليمون سعره غالي، بيعدي ال 150 جنيه دلوقتي. طب اعمل ايه؟ لا، هي دي الطريقه، اسهل طريقه، وتعالى اقول لكم ازاي هنستعمله. نمسك البرطمان زي ما هو متجمد طالع من الفريزر، وبنفتح عليه حنفيه الميه، حنفيه الميه البارده او حنفيه الميه السخنه، بس وسطانيها ما تبقاش سخنه قوي. خلاص فاكره كده. ونبتدي، بصوا هنلاقيه بيسيح بسهوله جدا. في جزء بيسيح وفي جزء بيفضل صلب عامل تلج. بعد ما بيسيحوا عشان ناخد بالنظر الكميه اللي احنا عايزينها، بننشف البرطمان حلو عشان مش عايزه اي ميه تيجي في البرطمان عشان ما تعملش تلج من جوه. انا عايزه عصير الليمون المركز يجمع مع نفسه ويفك مع نفسه. تعالوا نعمل منه بقى مشروب. هنعمل مشروب منعش جدا بالميه الساقعه، بالليمون اللي احنا فكيناه عشان نستغله. في الخلاط هحط معلقه واحده سكر، وساعات بشربه من غير سكر خالص، وهضيف عليه الليمون، شويه من الليمون اللي احنا فكيناه، وهعمل عصير ليمون هيعجبكم جدا جدا. والفكره في منتهى الجمال. عايز تعمليه سخن برضه نفس الموضوع، الكاتل وسخني الميه دوبي فيها السكر. بس انا عملته في الخلاط عشان ده ساقع، فالسكر مش هيدوب معايا، وانا مش بحط سكر علشان الليمون العصير مع الميه بيساعد على الحرق من غير سكر طبعا، وفي نفس الوقت ما بيخليش الجسم يمتص السكر بسرعه، يعني بيقلل شويه امتصاص السكر في الجسم بعد الاكل يعني. فهو جميل جدا، وكمان هو بيفتفت الاملاح اللي موجوده في الكلى. فهو الليمون مع الميه جميل جدا جدا. انا عملت العصير والمشروب ما فرش قوي كده وطلع فاير قوي علشان انا ما اديتوش سكر كتير. خد معلقه سكر واحده وحطيتها عشانكم انتوا، انا مش عايزه اشرب الليمون بسكر. اوكي، عشان بس اقول لكم ان السكر بيدوب فيها في الخلاط، مش هنقول ده ساقع مش هيدوب. اوكي، ادي احنا عملنا منه مشروب، انا بس بوريكم الفكره. فانتوا بقى فيكم تقارنوا. انتوا عايزين التلج بأي شكل تفرزوه. دي اللي كانت فروزن، اللي بقشرتها كانت صعبة جدا عليا، الى جانب بياخد مساحة كبيرة. طيب هنشيله في قوالب الفريزر. التلج سيليكون حتى برضو بيرجع بعد كده، نجمع جزيئاته تاني ويبتدي يعمل تلج، ونبتدي يبقى في عناء جامد عشان ناخد منه قطعة ليمون. اجمل طريقة خزنت بيها الليمون اهي. دول 7 كيلو ليمون، وممكن اعمل 10 كيلو ليمون تاني، هيطلعوا 5 برطمانات 6 برطمانات، وهيطلع في منتهى الجمال. العصير كان منعش جدا وساقع وجميل. اتمنى تجربوه وتشوفوا الفكرة نالت اعجابكم، ولا انتوا بتفرزوا الليمون ازاي؟ قولولي احسن طريقة بتفرزوا بيها الليمون، واسرع طريقة طبعا في رتم الحياة السريع. في المدارس عندك اطفال، حد تعبان، فانت محتاجة حاجة سريعة. فاحنا كده اختصرنا الليمون لابسط صورة، وفي نفس الوقت كمان سهل جدا تستعمليه، وضاع العناء في العصر. وانت دلوقتي
بتستعمليه سهل جدا، وفي نفس الوقت بيكون متاح ليكي في وقت بيكون الكريزي ليمون عدى الطماطم، يعني كانت الطماطم هي اللي مجنونة كريزي، دلوقتي بقى الليمون أعلى بمراحل منها، لأن هي عمرها ما وصلت للسعر العالي قوي ده. فالليمون تخطى كل الحواجز بصراحة. فاحنا لازم تشيلي ليمون عشان يبقى عندك في الشتاء ليمون تستعمليه لكل الأغراض اللي انت عايزاها. غسيل لحوم. برضو تاني، على اللحمة، في نوع لحمة بيتحط عليه قطرات ليمون، على الفراخ شوي، غسيل فراخ، غسيل سمك، كل حاجة. احنا بقينا الليمون ده اساسي في حياتنا اليومية اهم قدامكم. وبعد كده بعد ما بتستعملي منه تنشفي البرطمان حلو قوي، عشان البرطمان لما بيطلع من الفريزر وتستعملي منه هو كده كده بيدي على الازاز ندى من بره ميه، فاحنا ننشفه ونشيله. الفكره بتاعت الغطيان، انا عمري ما حطيت الغطا من غير عازل، لان الغطا ده حديد، انا مش ضامنه نقطة ليمون من الليمون الحامض ده تاكل القشرة او الدهان اللي موجود في البرطمان الابيض ده، في الغطا البرطمان، وتعمل صدى ينزل على الليمون. فانا عندي لازم اكياس التلاجة اقصها وعلى قد الغطا. بصوا الفكرة دي يا جماعة من فضلكم مهمة جدا، عشان تعمل عازل ما بين الحديد ما بين الليمون. بصوا سايل وجميل، ولو عايزة اخد منه اضيف اهو على الليمون ضفت تاني. انا بحب الليمون عموما، عايزه اقول لكم ريحه الليمون كانت تجنن. شكله، اللون الليموني. شوفوا اكتبوا لي بقى في التعليقات انتوا بتفضلوا اي نوع من انواع الليمون. بس عايزه اقول لكم على حاجه، الليمون الاصفر فيه عصير اكتر من الليمون الاخضر، بس انا بالنسبه لي انا بحب قوي الليمون الاخضر، لان انا اتعاملت معاه ولقيته بيعيش وبيطول، ولما بشيله في الفريزر كده بلاقي الليمون زي ما انا عايزه، ما تحولش لتلج وطعمه راح. يعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم، فيه فكره جديده، ولو استفدتوا في الفيديو ب1% لايك وشير وسبسكرايب. باي.